ليش احنا ليش يا رب ليش مظلومين؟ لا ماء لا كهرباء لا مجاري لا مدارس لا فشي. ليش؟ واش في اخبارك وحنا ملاهيين مع كاس العالم والمتعه ديالو؟ وقعت اكبر عمليه نصب في التاريخ ممكن توقع في شي دوله. راه كنهضر لكم على اكثر من 250 كيلوغرام من سبائك الذهب واكثر من 86 مليون دولار كاش، ولقاو حتى ملابس داخليه ديال الذهب. والصدمه ان هذا الشيء كامل اللي قلت لكم لقاوها غير عند برلمانيه وحده، ومازال الغراق ديال الفلوس في بلايص اخرين. خليك معايا في هذا الفيديو حتى الاخر وغادي تخرج فاهم وعارف التفاصيل ديال التفاصيل. وما نطولش عليكم، الدقيقه ديالك وما تنساش ديك فولو ونتوكلوا على بركه الله. ايوا يا سيادنا، نهار 28 بالضبط في الشهر اللي فات، هذا الشيء راه ما دازش عليه حتى 3 سيمانات، السلطات العراقيه غدير اكبر حمله امنيه موسعه ضد الفساد واللي سموها صولة الفجر، واللي كان متهم فيها اكثر من 50 برلماني وسياسي عندهم في البلاد، وعلى راسهم السياسيه والبرلمانيه عاليه النصيف. وهاد عاليه النصيف شي يخرج منها، واللي كانت ديما في الخرجات ديالها كتدافع على العراقيين وعلى الحقوق ديالهم، وكانت ديما ضد الفساد والمفسدين اللي في البلاد. وفي جميع الخرجات ديالها كتهز داك الشعار ديال محاربه الفساد، وكتقول انها في صف المظلوم وضد المفسدين. الحكومات السابقه من الفاسدين سنجعلهم يخرجون من الشباك بهذه الانتخابات المصيريه. اما واحد السياسي اخر حتى هو من هذا المقبوض عليهم جابها لهم من الاخر، وقال لهم انه هو انظف يد سياسيه في العراق من بعد يد علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وراه كميه الفلوس اللي نهبوا هاد الناس راه فاش غادي تسمعوها راسكم غيضركم، ومحال باقي تيقوا في شي سياسي كيف ما بغى يكون نوعه. البلان وما فيه هو ان واحد السياسي سميتو عدنان الجميلي وكان وكيل وزاره النفط في العراق غيتم القبض عليه. وهنا فين غيبدا الفيلم كامل، حيت هو اول واحد تم الاعتقال ديالو وقبل كاع ما تكون هذه الحمله. وفاش داروا معاه داك الاستنطاق غادي يعترف وغادي يفرقع واحد الرمانه كبيره، وغادي يجر معاه بزاف ديال السياسيين والبرلمانيين واللي بالفعل كانوا متورطين حتى الودنين، وعطاهم الاسماء ديالهم والاماكن فين ممكن يكونوا مخبيين كاع دوك الفلوس. وعلى راس هاد الاسماء هادو السياسيه اللي دويت لكم عليها في الاول علي النصيف، زائد هند العباسي، وخونا اللي كان قال لك يده انظف من يد علي بن ابي طالب، وكان الاسم ديالو ابراهيم الصميدي. ايوا سيدي، نبداو بالسياسيه علي النصيف اللي هي اللي عندها حصه الاسد في هذا الشيء كامل. كانت ديما كتبان في ذاك الاعلام ديالهم وكتبان بديك الصوره ديال انها كتدافع على المواطن، وانها باغا تفضح المسؤولين الفاسدين، وانها عندها الغير على العراق، خاصه انها من 2010 وهي في البرلمان العراقي. المهم مثبتاهم من المزيان وما كانش شي حد كيشك فيها، وتنتوما فاش تشوفوها كتهضر راه ما غاتشكوش فيها. ولكن هيهات ثم هيهات، ادوز على الواد السكوتي وما تدوزش على الواد هرهوري. اسمع معايا بعدا كيفاش كتهضر. قلت له حرام عليك، حرام اشتركون بقبلكم. حتى لو هذا عواد من يشوش علي ترجيت، قلت له شوش، ترجيت انه يشوش وراح تضيع على اسدي. قلت له ما اريد منك شيء، بس قلنا لا عواد لا شوش، مو هذا مكان فاضي. ورا كنقول لكم شيطان في صورة بني ادم. كان مكان غير مكان. هذا هو الدور البرلماني. شرب ميسة عالية، شرب ميسة عالية. هذا هو جزاء النائب اللي يتعب من اجل الشهاده، ان يهتك عرضه وان يتهم من وزير فاسد. كتضرب الدولار والذهب وكتفرق عليهم الخضره والبطيخ. مثل ما تشوفون احنا اليوم عندنا هذا التوزيع ضمن نشاطات المكتب اللي هنيئا لاهلنا او ناسنا، وان شاء الله نأملهم بانشطه اخرى ونشاطات اخرى وبالعافيه عليهم جميعا. ايوا ندخلوا للعامر في الليله اللي غادي يقوموا بمداهمه المنزل ديالها باش يعتقلوها ويشوفوا شنو عندها. الامن العراقي غادي يتفاجئ وغيلقى راسو ماشي داخل على دار، ولكن داخل على بنك مركزي، حيت حرفيا غيلقاو المنزل ديالها مدبوز بالدولار، وفين ما حطوا يديهم كيجبدوا الدولار. وتخيلوا معايا انه غير في المنزل ديالها لقاو اكثر من 85 مليون دولار كاش و250 كيلوغرام من سبائك الذهب، وحتى من الملابس الداخليه من الذهب. شفتوا البذخ كي داير؟ قارون وما دارهاش. ونزيدك لقاو عندها اكثر من 20 مليار عراقي، واللي كتساوي اكثر من 15 مليار دولار. ولقاو عندها اوراق تثبت ان عندها قصور وفيلات واراضي وشقق واكثر من 22 سياره رويس رويس، القيمه ديال كل وحده منهم نص مليون دولار. واك راه كنقول لكم الغراق ديال الفلوس الاخوان. ايوا ندوزو دابا للنائبه الشابه هند العباسي، واللي حتى هي بخبيزتها، حتى هي سياسيه عراقيه وداخله معاهم في هذا الشيء ديال البرلمان والسياسه وداك الشيء ديالهم. ولكن هي عكس علي النصيف، ما كتخرجش الاعلام، كتضرب غير من التحت،
ما كتبانش بزاف. والمضحك في الامر انها شاده واحد البوست في لجنه الاقتصاد والنزاهه وركز ليها على النزاهه، راه نزيهه. ايوا حتى هي السلطات العراقيه غادي يقوموا بالمداهمه ديال المنزل ديالها، وحتى هي لقاو الدار عندها مدبوزه بالدولار، ما عندكش فين دوز. وجبدوا اكثر من 57 مليون دولار كاش. والذهب لعلك ترضى، زائد المجوهرات والسوايع الغاليه، وحدث ولا حرج، وكاع متاع الدنيا عندها في ديك الشقه ديالها. ايوا دابا نجيو سيدي الانظف يد في العراق، ابراهيم السميضعي، واللي هو واحد المحلل سياسي ومستشار سابق، وكان ضابط سابق في الجيش، ولا واحد الشخصيه تلفزيونيه معروفه، وكان كيهضر بزاف غير في السياسه، وديما كيبان هو اللي فاهم وهو اللي عارف وهو ضد الفساد. وكانت من اشهر الاقاويل ديالو هي واحد الناريات فين كان خرج في التلفازه وقال لهم انه هو انظف يد سياسي في العراق من بعد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وتيقولها ومخرج عينيها. اسمع معايا. أنا أنظف يد سياسية في العراق بعد علي بن أبي طالب، بعد علي بن أبي طالب، بعد علي بن أبي طالب. خلي يجي واحد إذا يقول لي اكو ايد انظف مني بعد علي بن ابي طالب. كل شيء يجي اللي عندي، السلطه والمال، واعوفها واروح اعيش مثل الدرويش، اقول الله رازقني بالحلال خليني محافظ على ايوا حتى هو لقاو عنده الخير والبركه ديال الفلوس، وبلا ما نقول لكم حيت قهمتكم دولار في هذا الفيديو. المهم حتى هو ما خلاش من حقه. هادشي اللي غادي يخلي الشعب العراقي في واحد الذهول تام على كميه الثروات اللي لقاو عند هاد الناس هادو. تخيل معايا ان هاد الفلوس كانت قادره انها تبدل المعيشه ديال العراقيين والوضع اللي كيعيشوه، وكون هاد الثروه هادي بصح لقات النزهاء اللي غادي يخدموها في البلاد وغادي يستثمروها، كون راه ولينا كنشوفوا العراق فحالها فحال الامارات. راه كنهضروا على واحد البلاد اللي فيها البترول، واللي كان ممكن تكون من احسن البلدان العربيه لولا داك الماضي ديالها اللي فيه بزاف ديال الشفاره اللي شفروا هاد البلاد وكلاوها ديال بصح وفقروا شعبها. ومازال لحد الساعه في 2026 الشعب العراقي مازال كيعاني. والحدود الساعه وانا كنصور لكم هذا الفيديو، السلطات العراقيه مازال دايره هذه الحمله هذه اللي بداتها تقريبا دابا من 3 سيمانات. هاي الحكومه اي فاسد ما عنده حصانه. اليوم العراق راح يبدا صفحه جديده، السلاح ينحصر بيد الدوله. وكل مره كيبان فيديو كيجبدوا فيه ملايين الدولارات، كله فين مخبي، هل اللي مخبيهم في الارض، هل اللي حافر عليهم في الحيط، كله فين مخبيهم، ومازال باقي العطي يعطي. ودابا كيبقى داك السؤال، واش هذه الحمله ديال صوله الفجر غتكون هي نقطه التحول الحقيقيه في محاربه الفساد في هذه البلاد، ولا غادي تكون مجرد فصل جديد في قصه طويله عاشها العراق لسنوات؟ الفيديو ديالنا غيكون سالا هنا. وإلا كنتي وصلتي معايا حتى لهذه النقطه من هذا الفيديو، ما كرهتكش انك تخلي لي التعليق ديالك وتعطيني الراي ديالك في هذا الموضوع، وما تنساش دير فولو وجيم وتفعل داك الجرس باش يوصلك كل جديد ديالنا. كان معكم علي، والسلام عليكم ورحمه الله. دوزوا بخير.